السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رشيد أبو زيد وعلم الكلمة في القرآن الكريم. الأنفال كلمة غريبة شوية. طب ليه غريبة؟ أنا بقول لك لأن في التفسير لو رحت ليها هتلقى المعنى بتاعها متضارب. الأغلبية اتفقت على أنها الغنائم. طيب لو كانت الغنائم، ليه ربنا ذكر لك الغنائم في نفس السورة ووضح لك ما هي الغنائم وقال لك كيف توزع الغنائم؟ لكن هنا في الأنفال يقول الخالق عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، هم بيسألوك عن شيء معين اللي هي الأنفال. قل لهم، قل الأنفال لله والرسول. اوعوا تفكروا ان الأنفال دي تكون لكم انتوا. الله، طب هم بياخدوا من الغنائم. طب ليه الأنفال هنا لله والرسول فقط؟ وقال لهم ده في أكد عليهم: فاتقوا الله، اتقوا الله، اوعوا تفكروا في الأمر ده، ابعدوا عنه. طب ايه المعنى؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لأن الأنفال ده شيء عظيم، عايز أشخاص مهيئين من قبل الخالق عز وجل. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات البين بينكم، وأطيعوا الله ورسوله، واسمعوا وانتوا ساكتين، لأن الأمور دي خارج عن معرفتكم. طب يا ترى إيه هي الأنفال؟ أولا هجيب لك الغنائم في سورة الأنفال نفسها في الآية 9، لا في الآية 41: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله، واعلموا أنما غنمتم من شيء، إذا غنمتم من شيء فإن لله خمسه. الخمس بيطلع لله والرسول، خمس الغنائم دي بتطلع لله، يعني لوجه الله، الخالق لا يأخذ شيئا، وللرسول عشان خاطر يقدر يستمر يصرف على الأسرة بتاعته، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هو دعم لمين؟ لداخل المجتمع بتاعكم. دي الغنائم، الخمس بتاعه، والباقي معكم انتوا، ملككم انتوا. ربنا أكرمكم وانتوا ماشيين في القتال. طبعا الصحابة ما كانوش بيغزوا، لا، كان كل قتالهم دفاع عن النفس. فأكبر مشكلة تقول إن قتال الصحابة ورسول الله عليه أفضل السلام أنها غزوة. هو لم يغزو، يعني لم يعتدي على أحد إطلاقا. حتى في فتح مكة حينما ذهبوا إلى مكة راحوا عشان خاطر كانوا قريش كانت دائما تغير عليهم، دائما كانت بتضيق عليهم. حينما دخل الرسول مكة والصحابة، هل أخذوا غنائم؟ لم يأخذوا غنائم. كل واحد اللي بيته زي ما هو قاعد زي ما هو، ما أخذوش. لكن الغنائم دي في منطقة مفتوحة، كل واحد واخد معاه شيء. معلش، انت سبته ومشيت، مش هسيبهولك. انت لو ملكتني هتنهي حياتي، فمش معقول انا هسيب اللي معاك. انا عايز اضعفك انت، احصرك. ما القتال هو حصار، فانا باخد اللي معاك عشان اضعفك. ده معنى الغنائم. فهي شيء مشروع حينما تقاتل، اي تحاصر من اجل الدفاع عن النفس، من اجل الدفاع عن النفس. دي بس استطراد عشان تفهم معنى ايه الغنائم. فربنا وضح لك الغنائم هنا فين؟ في سورة الأنفال. طب امال ليه الأنفال ليه بيقول عليها غنائم؟ لأن ما حدش قادر يوصل لمعناها، والرسول عليه أفضل السلام لم يصرح. طب ايه اللي خلاني انا وصلت للمعنى الحقيقي بتاعها؟ ربنا أنعم علي بمعرفة علم كان مخفي اسمه علم الكلمة عن طريق الخط المصري القديم. خلاني أقرأ الجذور الأولى للكلمات، قلت أعرف الأنفال. أنا هقول لك إيه الأنفال في علم الكلمة القديم باختصار. هو دعم إلهي محمول مؤقت، حتى تلقى فيها إيه؟ آل، وهتلقى ميكال. هل تعلم أن لفظ الجلالة أو الله في اللفظ القديم له 3 لهجات منطوقات يعني، ودي في عربية. هو اليل، وهتلقاه في جبريل وإسرائيل وهكذا. فاليل دي من أسماء لفظ الجلالة، المنطوق، المخرج الصوتي، يل. وهتلقى ال زي الياسين فيها لفظ الله، ايوه موجوده، هجيبها لك بعدين. وهتلقى فيها الآل زي ميكال،
ليه ربنا ما قالش ميكائيل؟ لان ميكائيل هي ميكال. ليه ميكائيل كان موجود في الكتب الاولى. ربنا جابه لك بعربيه تاني، مخرج صوتي اخر، قال لك ميكال. لكن ميكال هو ميكائيل، هو ما اختلفش في شيء، لان لفظ الجلاله ينطق ال ويل وال، ده بشيء واقع حقيقي من خلال علم الكلمه. يبقى اذا الانفال فيها الله. امال ليه انفى؟ انفى، الانفى دي معناها هو الدعم المحمول. دعم محمول، دعم محمول، مش دعم معطى. في فرق بين الدعم المعطى والدعم المحمول. الدعم المحمول مؤقت، يمد الخالق به من يريد بصورة مؤقتة، لأن الشيء ده ما ينفعش حد يمتلكه إلا الخالق عز وجل. فهمت ولا لسه؟ ما ينفعش حد يمتلكه إلا الخالق عز وجل، ويدعم به الرسول مؤقتا مؤقتا. إنما الأنفال لله والرسول، لله والرسول. لله يمتلكها الخالق، والرسول يدعمه مؤقتا بتلك الأنفال. وضحت كده؟ طب الأنفال اللي كانت في غزوة بدر في الموقف ده؟ الملائكة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. دي الأنفال، الدعم المعطى للرسول، لكن لا يمتلكه الرسول، لكن يراه الرسول. ممكن يراه الرسول يرى الملك، أي ممكن الرسول يرى الملك، لكن البشر لا يمكن أن يروا الملك، لأن الملائكة غيب. طب الجن غيب، ليه بنشوف الجن؟ الجن ليس غيب، الجن معك. الجن الخالق فسر لك عنهم كل شيء في القرآن، قال لك مين هم واتخلقوا ازاي وهم مين. لكن الملائكة لا، ما قالكش عنهم غير أشياء بسيطة. الجن ليس بالغيبيات، الجن مش غيب، الجن واقع، الجن عايش معاك، الجن بيتفاعل معاك، الجن بيحتك بيك في كل مكان، ده بيجري جواك كده مجرى الدم في العروق، فازاي يبقى غيب؟ ده بيحتك بيك باستمرار. الجن ممكن يكون انسان ماشي معاك في صورة انسان وانت ما دريانش وهو جن. غيب ازاي؟ لا مش غيب، لكن الملائكة غيب. وان شئت فاقرأ قوله تعالى عشان اختصر لك كده بسرعة في سورة الجن: قل إن أدري أقريب ما توعدون. ده الرسول اللي بيقول كده. أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. غيبه ما يظهرش عليه حد، اللي هم إيه؟ الغيبات الممنوع تشوفها زي الملائكة. الجن مش غيبيات، إلا راح مستثني الخالق عز وجل. مين اللي استثناه الخالق؟ إلا من ارتضى من رسول، وحصل في غزوة بدر. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ما هو الرصد؟ هو التابع الحارس، يحميه مؤقتا، لكن الرسول لا يمتلكه ولا يوجهه. الحارس له مهمة معينة ربنا بيبعته بيها، لكن هو اللي بيملكه للخالق. مع الرسول أينما ذهب رايح جاي معاه لمهمة معينة، لكن ماليش دعوة بحياة الرسول. رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. مش موجودة إيه؟ هذه الأنفال. وفي علم الكلمة القديم موجود معناها زي ما قلت لك كده. واقرأ الأنفال كويس، كلها عن في الفترة دي الوحيدة اللي رب العباد أمد المسلمين أو المؤمنين بالملائكة. الموقف ده بس أمدهم بالملائكة. هل هم شافوا الملائكة؟ اوعى تقول لي شاف الملائكة. بص اقرأ إن شئت قوله تعالى: فلم تقتلوهم، الآية 17 في سورة الأنفال. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. انتوا ظنين انتوا قتلتموه، لا ما حصلش. هم شايفينش، هم شايفين الكافر عم بيعمل كده يروح واقع. ولكن الله قتلهم وما رميت يا أيها المؤمن أو يا أيها المسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيوة، ما تظنش نفسك ان انت اللي قتلت، لا مش انت اللي حصرت. الخلق هو من حاصرهم. اقرأ سورة الأنفال هتلقى الخلق كلها يتحدث عن هو سبحانه وتعالى حاصر المشركين. أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. الخالق عايز الأمر ده، فدعمكم بالأنفال عشان خاطر هم سألوا الرسول عن الأنفال في الأول، عايزين دعم، عايزين الدعم ده
هي دي الأنفال. عايزين ملائكة تقاتل معانا. ربنا قال لهم اتقوا الله، ما ينفعش، عايزين يشوفوهم بعينيهم ويكونوا جنب اللي جنب معاهم يشوفوهم بعينيهم. ربنا قال اتقوا الله، ده شيء صعب ممنوع إلا بشرط اقرأوا سورة الجن الآية من أول 25 ل 28. ما ينفعش لأي إنسان إلا لرسول كمان، ده ارتضى من رسول، مش أي رسول ينفع معاه. أمال الدعم المعطى لسليمان وموسى وعيسى ده دعم ممتلك، ده دعم ممنوح، دعم معطى مش محمول، لا ده دعم مش مؤقت، دعم دائم. كان ملازم لسيدنا عيسى، كان ملازم لسيدنا موسى باستمرار، كان ملازم لسيدنا سليمان باستمرار. ده هو الدعم المعطى، ده مش أنفال، ده اسمه التعزيز، اسمه طاسين ميم، ده التعزيز. العزيز الرحيم، ده التعزيز من الخالق عز وجل للعباد. ده بيديه لكل العباد التعزيز، العباد الصالحين بس التعزيز. لكن العطاء ربنا بيدي كل الناس، لكن التعزيز لا يعطي إلا عباد الصالحين بس. طب الأنفال لا تعطى إلا لمن ارتضى من رسول. الأنفال كده لا تعطى إلا لمن ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ما ينفعش أنتوا تاخدوا الأنفال، ما تصلحوش. ليه؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أنتوا ما تصلحوش تاخدوا الأنفال، إنكم تشوفوا الأنفال أو أدعمكم بالأنفال مباشرة كده وتشوفوها. أنا دعمتكم عشان خاطر الرسول معاكم، ودعمتكم ما شفتهمش، أنتوا ما حسينش بيهم، لكن أنا أخبرتكم في القرآن بيهم، قلت لكم في معاكم، وقلت لكم ما تظنش إن أنت رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا من تقاتل لا تظن أنك رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اقرأ بعقل، اقرأ القرآن بعقل، بفضل الخالق. أنا وصلت ده لده بفضل الخالق، حط تحتها تريليون خط، بفضل الخالق عز وجل. ولولا فضل الخالق لم أصل إلى شيء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.